اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات عياده الدكتور احمد فاروق ميرا. النهارده هنشرح لكم حاجه مهمه جدا جدا جدا. مرضى الاورام اللي بيحتاجوا ياخدوا علاج كيماوي، او مرضى امراض الدم اللي بيحتاجوا ياخدوا ادويه مثبطه او مهدئه مقويه للمناعه، او بياخدوا علاجات برضو كيماويه. المواد دي لما بتتاخد في الكانيولا او في الاورده الطرفيه في الايد بتسبب التهابات في الاورده، وساعات بتسبب جلطات وبتعمل زي حرق كده. حتى لو حصل اكسترافازيشن خرجت من الاورده، بيعمل زي حرق في الاورده او في الجلد. عشان كده احنا النهارده في جهاز الفرنساويين اخترعوا جهاز اسمه بورتاكاس. بورتاكاس ده جهاز صغير خالص كده، بيتزرع تحت الجلد عند الكتف او تحت الترقوه، وبيبقى فيه هو عامل زي درام، بيبقى من التيتانيوم، حاجه ماده خفيفه من الخوامل، وفي بلاستيك درام كده، وبتتحط بحيث يتحط فيه الابره وياخد فيه المريض الكيماوي، بيروح على الاورده الرئيسيه اللي هي عند غرفه الاذين، فيحصل له ميكسنج بالبلاد بسرعه، فما يلحقش يعمل التهابات في الاورده ولا يعمل حروق. الجهاز ده احنا هنوصف لكم في الفيديو ده درام صغيره كده بيضه من التيتانيوم، وفي خرطوم رابر صغير خالص كده، الدايمتر بتاعه 8 فرنش و9 فرنش و5 فرنش في الاطفال، والفرنش ده 0.3 ملم من السنتي. بنركبه وبنحطه تحت الجلد، وبعدين الوقت احنا بنركبه بطريقه، كان زمان بنركبه جراحيا، دلوقتي لا، ما بنركبوش بالجراحه زي ما انتم شايفين كده. بنحطه، بنعمل له تراك تحت الجلد وبنزرعه، وبنركبه بالاشعه التداخليه بدون جراحه خالص، وبسلندنبرج تكنيك وبنج موضعي. بيركب وبيتقفل، ما بيبقاش باين، وبتتقفل تجميل، وبناخد فيه العلاج الكيماوي، والامور بتبقى كويسه قوي، ونسب بدون الم، وبيوفر على المريض معاناه كبيره جدا. وهنا بنوريكم صور الاشعه واحنا بنستخدم جهاز الاشعه التداخليه عشان نتاكد ان التب بتاعه الرابر التيوب دي واصله، ما تبقاش جوه الهارت عشان ما تسببلوش اي اريزميا او اضطراب في عضلات في ضربات القلب. وفي الحقيقه المريض بتاعنا بياخد العلاج بتاعه، وان شاء الله وبعد ما بيخلص العلاج ويمن ربنا عليه بالشفاء والتمام الشفاء، بنشيلها وبنج موضعي برضو، وبنبقى كده وفرنا على المريض بصراحه معاناه كبيره جدا جدا جدا، وبيبقى في امور كويسه قوي. شكرا.